السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض احلى فتة. هنعمل بقى الفتة بتركات كده، حاجات حلوة قوي كده وهتعجبكم. اول حاجة، اهم حاجة عندي ان تكون اللحمة فيها كده ملبسة، يعني فيها نسبة دهون علشان تطلع لنا كده ايه الشوربة حلوة. معايا هنا كده كيلو الا ربع كده من اللحمة. خلاص كده معايا كده كيلو الا ربع. معايا هنا للشوربه بتاعتها يعني طماطميتين كده مقطعينها صغيره، حتت صغيره، وبصله برضو كبيره مقطعه برضو البصل مكعبات كده. ومعايا هنا بقى ايه ورق لوري، كمون، فلفل اسود، معلقه سكر، جنزبيل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، 7 بهارات. دي هنحطها للشوربه. خلاص. ومعايا هنا الرز هنعمله، ومعانا هنا العيش، ومعايا هنا 3 معالق توم كبار. طب مش هنخليها بس للصلصة، لا انا هعمل بيها الدقة بتاعة العيش اللي هنعملها مع بعض. دي التكاية اللي انا بقول لكم عليها. ومعايا هنا البهارات بتاعة الصلصة، كمون برضو، وفلفل اسود، وبابريكا، نفس البهارات اللي احنا حطيناها قبل كده، 7 بهارات، وتوم باودر، بصل باودر، جنزبيل، ومعلقة السكر، وقلبين مرقة. ومعايا هنا خل، ومعايا هنا ايه زيت. اول حاجه هعملها، انا هعمل اللحمه عشان تلحق تستوي. انا بقى هولع كده الحله كده عشان ايه نعمل اللحمه مع بعض كده. اول حاجه انا حطيت كده حوالي من المعلقتين من الزيت ومعلقه سمنه كبيره كده، علشان ندي صدمه للحمه بتاعتنا. مش هنسلقها بميه على طول، لا انا هديها صدمه زي كده. واهم حاجه على نار وسط، بلاش نار عاليه علشان اللحمه ما تتحرقش مننا. خلاص انا دني كده ايدي فيها كده، اقعد اقلبي كده، حمريها كده، خليها كده تاخد صدمة، بتبقى طعمها حلو قوي، جربوها هيعجبكم. وفي نفس الوقت انا مولعه على حله ميه كده علشان احط الميه اللي بتغلي، مش هحط ميه من الحنفيه، علشان لو حطيت ميه من الحنفيه مش هتستوي على طول. بعد كده اقوم حاطه بقى البصل والطماطم معانا برضه عشان نديها برضه تشويحه كده، هتبقى حلوه قوي. وبعد كده بقى ايه احط بقى معلقه السكر والبهارات برضو عشان تشوح معانا، بتدي كمان ريحة حلوة وطعم. اي بهارات انت حابة تحطيها حطيها. عندك جزر حطي شرايح جزر، عندك ليمونة حطيها برضو. خلاص انا كده شوحتها وخلاص، المية غليت معايا، وبعد كده حطيت المية، هسيبها بقى على نار هادية كده وخلاص. بعد كده هعمل بقى ايه الصلصة بتاعتي. انا حطيت كده معلقة توم كبيرة ومحبة زيت، وبعد كده حطيت معلقة السكر عشان تتكرمل معانا. وبعد كده خلي ايدك مستمرة كده، اهم حاجة على نار وسط علشان التومة ما تتحرقش مننا. خلاص. في الوقت ده بقى انا مش هحط الصلصة دلوقتي، انا هحط بقى ايه الخل. حط كده حبة خل كده في قلب الصلصة، هتدي طعم قوي حلو قوي للفتة بتاعتنا. وبعد كده حط الصلصة بتاعتك. خلاص سيبيها بقى برضو على نار وسط تتسبك براحتها، على ما نعمل بقى ايه الرز بتاعنا. انا كده حطيت كده حله، وبعد كده احط حبه الزيت، وبعد كده احط معلقه سمنه كده حلوه كده كبيره. وبعد كده انا غاسله الرز ومصفيه خالص من الميه، وبعد كده اديله تشويحه. مش هحمره، انا هديله بس تشويحه كده، بس زي ما بتعملوا كده صدمه كده. وبعد كده ايه برضو على نار وسط، وبعد كده تحط له بقى الشوربه بتاعته والملح وتسيبيه. خلاص. انا هحط كده قالب مرقه. انا شوحت كده الرز، وبعد كده حطيت قالب مرقه وحبه ملح. كده كده احنا محطناش ملح في الشوربه، فكده هحط حبه ملح للرز علشان يبقى الحط حلو. وبعد كده احط بقى ايه الشوربه بتاعت اللحمه. كل ما الميه تنقص من الشوربه بتاعت اللحمه زوديها برضو ميه بتغلي، علشان هنعمل الاكل كله من الشوربه نفسها. خلاص انا كده اهوت الشرب معانا. انا ده نقلب، بعد ما يتشرب منها هوطي خالص. ادي الصلصه معانا اهي، سيبيها تسبك براحتها. وبعد كده ادي اللحمه معانا برضو. يبقى احنا كده عملنا اللحمه والصلصه والرز. هنعمل بقى الدقه بتاعه العيش اللي انا قلت لكم عليها. اهم حاجه وطوا النار علشان حاجه تتحرقش مننا. هو الصلصه كده خلاص، هي كده سبكت معانا. احط بقى ايه البهارات بتاعتنا وسيبيها بقى وايه تعالى نعمل الدقه اللي احنا قلنا عليها ان احنا هنسقي بيها العيش بتاعتنا.
خلاص انا كده جبت المعلقه الثوم الكبيره اللي هي متبقيه، وهشوح كده الثوم مع حبه زيت، وبعد كده احط حبه خل، حبه خل كده حلوين عشان هو ده اللي هيدي طعم قوي للدقه بتاعتنا ان احنا نحطها في قلب العيش. بعد كده خلاص حطيت قالب مرقه، وبعد كده احط الشوربه بتاعتنا كده وسيبها تغلي بقى. خلاص بعد كده بقى شوف الحوض بتاعك وظبط الحوض بتاعك كده في قلب الشوربه، وخلاص كده الشوربه خلاص جهزت معايا. انا هطفي عليها على ما الرز بقى يستوي، واللحمه بتاعتنا هقطع بقى ايه العيش بتاعنا. في ناس بيحبوا يحمصوه بمعلقه سمنه كده، وفي ناس بيحبوه برضو يحمصوه في الفرن ويقطعوه وبعد كده ايه يعني يحطوه في الفرن يتحمص. لا انا بحب اكله صراحه بالعيش كده، ما بحبوش اللي هو العيش المحمص. زي ما انتوا بتحبوا اعملوه. انا هقطع كده كده العيش معانا حتت صغيره. خلاص وخلاص كده الاكل كده خلاص خلص. انا بقى هطفي على الاكل كده وهحط معاكم الاطباق كده. ادي طبقين اللي انا هحط فيهم الفته. احط بقى كده اللي هرصهم كده في قلب الطبق. خلاص وبعد كده هشوف بقى ايه الاكل استوى وهجيلكوا تاني. خلاص كده اللحمه استوت، بس احط لهم قالب مرقه كده واحط الملح بتاعي واديها كده غلوه كده، وخلاص هي كده استوت معايا. وكمان الصلصه خلاص كده خلصت، طفيت عليها والشوربه خلاص، وادي الرز برضو خلص. خلاص كده هد بس اللحمه يا دوبك بس غلوه واحده واطفي عليها. انا جبت كده الشوربه هي اللي احنا عملناها بالدقه اهيت، وبعد كده هسقي بيها العيش بتاعنا كله. زي ما قلت لكم انتوا حابين تحمصوا العيش حمصوه. خلاص وكده هسقيه كده بالشوربه. لازم يا جماعه تكون الشوربه تكون سخنه قوي علشان تطري معانا برضو العيش. وبعد كده بقى ايه احط بقى الرز بتاعنا على الوش كده. خلاص هندني كده احط كده الرز كله على الوش. في الوقت ده كده انا مولعه كده على الزيت عشان احمر معانا اللحمه. هي خلاص اللحمه كده استوت. احمر بقى اللحمه واحط كده الرز كله على الاطباق كده. اهم حاجه بس بالراحه عشان كله سخن. اي حاجه تقع كده يعني رز ولا اي حاجه شيليها كده علشان نحط الصلصه بقى. خلاص كده خلاص خلصت. خلصت الرز، وبعد كده احط بقى الصلصه وعبيت طبقين كده من الشوربه. وبعد كده الشكل ده براحتك. انت حابه تعملي الصلصه كده، حابه تحطي حاجات بسيطه براحتك. ده تزيين الشكل ده بتاعك انت. وخلاص انا كده حمرت اللحمه بتاعتي. جربوها كده زي ما انا قلت لكم كده، التكات نفس التكات كده انا عملتها. ان شاء الله هتعجبكم، واحلى فته تاكلوها نفس الطريقه، وان شاء الله هتعجبكم. اللي عجبه بقى الفته بتاعتي اللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. واحلى لايك كده من احلى اخت في الدنيا، وكومنت حلو كده احلى اخوات في الدنيا. ربنا يخليكم ليا وكل اخواتي كل حبايبي كل اللي دعمني في قناتي. ربنا يجازيكم كل خير وربنا يخليكم ليا يا احلى اخوات في الدنيا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.